السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان، كل شيء وكل أمة محمد بخير وبصحة وسلامة. طبعا انا بقالي فترة غايبة عليكم، وناس كتير دخلوا على الخاص، وناس كتير دخلوا على الواتساب، وناس كتير دخلوا لي كومنتات على القناة: انت فين انت فين انت فين، طمنينا عليك. بصوا بقى، انا هقول لكم. انا دلوقتي مبدئيا انا بصور لكم من بيتي الجديد. بصور ازاي ماشي. ازاي حضرتك حضرتكم؟ كده ليه؟ ازي حضرتك؟ انت جاي قرقان كده ليه؟ كنت جاي اسلم عليكم. انت قفلت الباب عليهم. يلا افتح لهم. حاضر. مين؟ ساندي. ماشي يا جماعه، متركزوشي، ده حل اي بيت. بصوا بقى، انا صورت لكم دلوقتي. انا دلوقتي بصور لكم منين بقى؟ من البيت بتاعي الجديد. بيتي انا، ربنا انعم عليا وبقى عندي بيت ملك بتاعي. صحيح مش جايباه كاش، جايباه اقساط، بس اسمه بيتي ومملكتي. هعمل كل حاجه فيها على مزاجي، وعارفه ان هي مش هتتغير وبتاع. فاهمين قصدي؟ طبعا كل ست تتفرج عليا فاهمه. انا طبعا ما صورتلكوش اي توضيبات بيت ولا اي فرش ولا اي حاجه. ليه بقى؟ انا اخر فيديوهات كنت بصورها لكم وانا في الامارات كنت بقول لكم ايه: انا جايبه السجاد ده عشان شقتي، انا جايبه الاجهزه دي عشان شقتي، انا جايبه مش عارفه ايه عشان شقتي. كل الحاجات دي كنت بقول لكم انا جايبه عشان شقتي، انا جايبه عشان شقتي، انا جايبه عشان شقتي. طب انا ليه ما صورتلكوش بقى وانا في شقتي؟ والله يا جماعه انا ما صورتش لاني انا كنت صراحه جايه، يعني انا محدود حيلي وجايه، يعني انا كنت جايه لاقيه بيتي ده عباره عن خرابه. يعني انتوا عارفين دايما ان العمار في سنين بيقولوها والخراب في لحظه. فانا جيت لقيت حاجتي متبهدله وكلها متعبيه، فقعدت افرز وانضف وامسح واكنس مواويل. انا ما كانش عندي مجال. طبعا التصوير ده اصلا بياخد وقت، بياخد مجهود، ويعني اللي قاعد اصور وهات من هنا يا ولا صورني، وتعالى يا ولا من هنا صورني، واجي اصور واركز والبس عبايه. طبعا الواحد بيبقى واخد راحته في بيته، لابس حاجه يعرف يتحرك بيها. طبعا الحاجات دي ما ينفعش في التصوير. فانا ما صورتش. فاللي عايز جوله في بيتي واللي عايز يعرف انا اشتريت فين، انا ما اشتريتش في بلدي اصلا، ونقلت في بلد تانية. ما يعني يخش على الكومنتات ويقول لي وانا فين. انا عملت بيتي على مزاجي. بالنسبه لمطبخي بقى، انا هعمله حاجه حلوه لان انا شطبت، يعني زي ما بيقولوا كده شطبت. بتطلع اي حاجه كده، يعني بتبقى عامل حسابك مثلا على 100، بتطلع حاجه تبقى 1000. فانا ما عادش حلت الحمد لله غير الستر. انا عملت قطعه مطبخ بس، متر مش عارفه 75. هقول لكم برضه تكلفت كام وايه اللي حصل لي لما عملتها نصب عليا وكده يعني. او ممكن ما يكونش اتنصب ويكون البلد اللي انا رحتها هي نظامها كده. ما علينا. انا دلوقتي طبعا شطبنا البيت، انا صاحيه من النوم يا دوبك صليت وعيالي جعانين بقى وعايزين ياكلوا حاجه. انا طبعا الفريزر عندي مردوم حاجات ومليان حاجات كتير طبعا، بس انا مش قادره اطبخ. يعني انا جبت حاجات كتير وخزنت حاجات كتير برضو ما صورتها لكوش، بس انا مش قادره اطبخ. فعايزه اكل حاجه كده لا مش طبيخ بقى والكلام ده. امبارح عاملين بالليل طلعنا كيس لحمه وعملنا شويه مكرونه بالليل من جوعنا. الصبح عملنا شويه كشري، مش عارفه. كل شويه بنعمل حاجه، يعني ما بنجوع بنعمل حاجه. بس خلاص بقى انا وصلت لمرحله انا ايدي كلها، انتوا مش شايفين، انا ايدي كلها متقطعه متعوره ومتقطعه. يعني انا متبهدله، انا وجوزي وعيالي وبهدلنا. بس صراحه
انا وصلت لمرحله او وصلت لنتيجه. الحمد لله، الحمد لله، ربنا رضاني وبعد الصبر جبر، والحمد لله. انا دلوقتي بقى عشان ما اقرش كتير، بس ما تنسوش يا جماعه تدعموني وتعملوا لي شير وسبسكرايب وتعملوا لايك. انا دلوقتي بقى، انا كنت جايبه اجهزه معاكم لو تفتكروا، قلت لكم الاجهزه دي علشان البيت الجديد لان انا ما كانش عندي. انا دلوقتي انا هعمل بيتزا، بس دلوقتي هعمل عجينه البيتزا. خليكم معايا ونشوف اسبوع. العجين ده انا استخدمته قبل كده على فكره، يعني ده مش اول استخدام ليا. العجين ده انا كنت جايباه يا جماعه من الامارات، ماركته ايطالي. ماركته ايطالي، جاي معاه حله ستانلس، ماشي، وعاء ستانلس يعني، وده الكتالوج بتاعه ضمان وكده، وجاي معاه وعاء ازاز هستغنى عنه طبعا. دول البتاع بتاعه، دي بتاعه. وانا كنت بقول واعمل ايه، مستني يا جماعه. الواحد لما بيجي يجيب لنفسه اي حاجه بعد صبر وكده بيجيب لنفسه حاجه كويسه. الحله كويسه، الحله انا غسلاها اصلا، مغسوله اهيت. الحله كبيره جدا اهي، ماشي. هنحط بقى فيها المقادير. بص، كوبايه ونص ميه، ماشي، كوبايه ونص ميه، لو احتجت ميه زودي مفيش مشكله. ده ربع زيت زيتون، ربع كوب زيت زيتون. دي الوصفه المظبوطه لاي عجينه، لاي عجينه بيتزا. ربع كوب زيت زيتون بقى، زيت عادي نباتي اي حاجه، بس انا عامله زيت زيتون. بصوا بقى، انا عامله التكايه دي من عندها. اولا كوب بتاع معلقه سكر، ماشي، معلقه لبن بودر. طبعا ما تنسوش الملح، اهو نص معلقه ملح، ده عشان السمنه مش اكتر. بصوا يا جماعه، انا عايزاكم تباركوا لي بجد والله العظيم. في ناس اللي هم بتوع البيتزا بيقولوا احنا هنحط تكايه نقطه زيت زيتون، نقطه خل، نقطه. بصوا دوت الكوب اللي انا عبيت بيه الميه، انا هعبي بيه الدقيق. طبعا الدقيق ده انا بستخدمه حلو قوي، اللي هو الاصيل. اربع كوبايات ونص دقيق،
بيعملوا بيتزتين عائلية كبيرة أوي حوالي 350 جرام. اهلا بيكم. بصي يا كوكو اهلا بكم اهوت على كوباية. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ أنا ما أعتقد أنت لابس اللبس ده وأنت نازل كان فلة. طب وريني فله دلوقتي. هتطلع على هدومك. يلا خلصت لعب؟ تمام. خلصت كورة؟ هذا تاني كوباية. ماما وانتي هتعملي بيتزا؟ اوكي خش بوب طلع فوق بيت ابوه هو. والله قاعد يا ابني مريح نفسه. بوب ده احسن واحد مرتاح في حياته. القط بتاعنا لا شايل هم ايجار ولا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء. ده تالت واحد. اصلا الكيلو تقريبا بيعمل 4 كوبايات. انا كنت واخده منه وفره صغننه من الكيس ده، يعني سبحان الله هو هيبقى مظبوط. انا عارفه المقدار بس انا حبيت ايه اعمل لكم عشان اتاكد لكم من ايه. يا جماعه احنا بقى يا جماعه احنا كنا مش بنعمل فيديوهات تاني عشان احنا عايزيننا يا جماعه واحنا ما تقوليش رحنا فين، ما تقوليش اي بلد. مش يا جماعه اللي عايز يعرف احنا ممكن يا جماعه نصور وهنوريكم البيت وكل حاجه لو هما اللي طلبوا او لو هما طلبوا واحد وقالوا انتوا فين صح؟ بنركب السلاح بقى زي ما احنا عارفين اهو. ادخله ازاي؟ اشيله واحط الحله اهو وبعد كده احط ده. تمام كده. طبعا انا عاوز فيشه ثلاثيه عشان الفيشه دي ثلاثيه. عاوز مشترك يتحط كده عشان الحاجه ما تطلعش بره. ثواني بس هجيب من المكنه. انا عايزه اقول لكم ان انا استخدمت المكنسه لدرجه ان هي اتملت وغسلتها. انا ممكن احط العجان الفيشه عندي طبعا مش هحطه قصيره فخليكم معايا متبقاش في حته اهوت. هنحطه على الحوض شايفين. استنى اقرب لكم الفيديو. شايفين طبعا معناها ده بصوا انا كنت عامله خميره عامله لها تيست. كان عندي نوعين والاتنين النوعين كان خلاص بقالهم شهر مدة صحتهم خلصان. طبعا ما تركزوش على التعورات اللي في ايدي لان انا ايدي كلها متعوره. دي نفخت ويعني دي التيست بتاعها ظبط ودي لسه شويه. خلينا احط دي اهوت. طبعا هحطها من هنا
اكله، فقلت له خلاص هعمل لكم بيتزا. انا دلوقتي عملت البيتزا في العجان زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. ودلوقتي انا دهنت البوله دي زيت من جوه. طبعا العجينه كانت بتلزق، انا حاطه المقادير كويسه جدا بس العجينه كانت بتلزق. طبعا في دقيق بيختلف عن دقيق، طبعا كل الحريم وكل اللي بيفهموا في المعجنات عارفين الكلام ده. في دقيق بيختلف، في دقيق ممكن ياخد منك 4 كوبايات دقيق وتحتاجي تزودي ميه لان قعدت اخد وقت في العجين يعني في العجينه وفي دقيق شمال ويمين، بيحتاج افردها منك واتنيها ومش 5 عارفه ايه، كوبايات وحطيت دقيق. برضو ما كنتش كل بزود دقيق دقيق وكل كتير نوع بيختلف عن لحد ما التاني. ظبطت. طبعا كده كنت لما مطلعه من تخمر العجين هتبقى يابسه، فانا قلت هي كده ازودها شويه تمام، هي دقيق مش بره محتاجه. بايدي وقلبتها بالزيت، قلبتها في الزيت وعملتها وشوضها وظبطتها. عشان تبقى ودلوقتي انا يابسه من كل بعملها على ناحيه. الرخامه بايدي. وبعد دلوقتي كده هحطها في البوله. البوله طبعا انا انا دهناها زي ما قلت خلاص لكم زيت. كده هتبقى خلصت. شايفين هي بغسل بتلزق ايدي، جدا بس انا مش ظبطتها. محتاجه حاجه، انا ظبطت العجين. يعني هي العجينه اصلا مش محتاجه حاجه. وبعدين مش عارفه عارف الواحد بعد غربة وسفر وراجع تحسي ان هو بيعرف يطبخ يعني هو اصلا بيعرف يطبخ، بس تحسي ان الجو والدنيا إيه يعني ايه، الموضوع جديد عليه، حياة جديدة. شايفين بزودت شوية زيت ودهنتهم بالفرشة وغطيتها. طبعا انا حطيت استرتش بس كنت قافلة الكاميرا. انا اسفة على صوتي والله، واخدة برد. انا الفيديو ده انا عاملاه بقالي حوالي 4-5 ايام بس مكنتش قادرة انزله. بعد عناء، يعني انا جاية من شقة وغربة وسفر وشغل، وجيت لقيت البيت كله على بعضه والحاجات دي كلها محطوطة في كراتين. بس يا جماعة التوابل والسيليكون والبتاع منظم المعالق والحلل والمطبقيات، كل الحاجات دي كنت جايباها من 2 3 4 وكنت عيناهم في كراتين لحد ما اخد بيت ملك يعني وافرش. وحان الوقت بقى. طبعا الغسالة شايفينها غسالة اوتوماتيك، انا مغطيها بفوطة قد طبعا. هما بيقولولي قطعوا الكفر بتاعها، وانا الصراحة انا مكنتش لاقيه كفر ليها. كده كده اصلا هركنها، بس كده كده هجيب لها كفر واركنها. هجيب الكفر بتاعها عشان يحافظ عليها، لان انا جبت اوتوماتيك كاملة بس لسه متركبتش. يعني انا بعتها في الشحن بس هي لسه ما وصلتش ولسه متركبتش. فالحاجات دي واحدة واحدة بتيجي. الدنيا ربنا خلقها في 7 ايام، ما خلقهاش في يوم واحد. كل واحد نفسه في حاجة ما يستعجلش عليها. رزقك هتاخديه او رزقك هتاخده، مكتوب لك هتاخده ومش هتاخد اكتر ولا اقل منه. والله يا جماعة الواحد تعب في حياته كتير 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 بس الحمد لله ربنا جبرني ونصفني، لان يعني على نيتهم يرزقون، ودي كلمة ربنا هو اللي قايلها عز وجل. فاكيد يعني ربنا مش هيخيب ظن اي حد اجتهد وتعب وشقى. فبعد الصبر جبر، وبعد التعب اكيد ربنا بيبعتلك العوض، والعوض ده بيبقى كبير لان هو ربنا بيبقى كبير. بالك انت شغالة في شركة ولا شغالة في اي مؤسسة، ربنا بيجبر خاطرك ازاي. مثلا بتترقي، بتاخدي حافز، بتاخدي علاوة، مش عارفه ايه، بالك بقى ربنا بقى عز وجل يقول على نيتكم ترزقون. لان انا كان اي حد يكلمني لو كنت ساكته، اي حد كان يكلمني يقول لي اقول له الحمد لله انا كويسه، انا عشتي كويسه. كنت اخش بيوت صحابي اقسم بالله وبيوت قرايبي وقرايب جوزي، كنت الاقي بيوتهم يعني بالنسبه لي دلوقتي مستواهم بالنسبه لي دلوقتي اقل مني، بس كنت اخش بيوتهم اقول لهم ما شاء الله ربنا يبارك لكم فيها. عمري ما بصيت في رزق حد ولا عمري ما بصيت في شقه حد ولا، بل بالعكس. الله يرحمها ماما، الله يرحمها، الله يرحمك يا ماما، الله يرحم جميع موتى المسلمين. كانت تقولي ما تبصيش لحد وتقولي انا عايزه ابقى زي حد، ولا تغيري من حد وتقولي عايزه ابقى زي حد. على قد ما قدرتك وامكانياتك عيشي، لما ربنا يكرمك جيبي اللي انت عاوزاه، لان مفيش حد بياخد من رزق حد. مفيش حد ربنا كاتب له شربة مية ما بياخدهاش.
بالك بقى رزق وعدالة، عدالة ربنا في أي شيء. فالله يرحمها علمتني كتير كتير كتير. احنا رجعنا للبيتزا تاني. البيتزا هي طلعت من خمرت. كنت ساعتها بكلم جوزي وعيالي. البيتزا دلوقتي خمرت. جوزي عمال يقول لي انت فاكره نفسك الشيف شربيني، وعمال يتريق عليا. كانت خمرت دلوقتي وايه دلوقتي وشفت الفكرة انا سرعت بتاعتها شويه الفيديو عشان خمر الوقت. انا ده كنت الهوا بعمل لحمه يعني عجينه مفرومه، ناجحه لحمه مفرومه على ما شاء الله، كانت جميله فعلا على وحياة ربنا. البوتاجاز. انا كنت جوزي بيقول بقلبها لي احسن بيتزا اكلتها من خلاص. ايدك من كانت يوم ما اتجوزت. اتعملت. لا كنت لسه بحط بصوا يا البصل جماعه واللحمه متنسوش المفرومه، تدعموني باللايك كنت بحط والشير التوابل عليها والسبسكرايب. دعموني يا جماعه، دعموني دي بجد، كانت اي دعموني. حاجه عامله زي دعموني بصي ساعتها شفت عامله زي الهبله. اي حاجه. انا بقالي البلوزه اكتر من العروسه سنه دي في القناه دي، بس بتاع بصراحه العروسه انا مش دي كانت مواظبه بلوزه عليها. ليا وانا بنت. انتوا الصراحه شايفين على استخدمت البوتاجاز ما انا كنت كنت مدمسه فول. كانت تقريبا هتجيب اللحمه خلاص كانت بدات داخله على كنت جايباها من السوا المنصوره. يعني. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم البوتاجاز البوتاجاز دوت كنت جايباه من الامارات شحناه، عشان كده دلوقتي الكتابه اللي عليه يلا دي يا شركه ست شحن الكل. كاتباه. جوزي كان دلوقتي كنت بجهز حاجه البيتزا اهوت. كنت بقطع دلوقتي انا عملت الشاي كنت بقى بقطع الفلفل وببدأ الالوان. في البيتزا. البيتزا كانت صراحه سلسه جدا معايا، العجينه بتاعتها وكانت طعمها ايه تحفه يا سندي مالك يا ومخدتش معايا سندي؟ وقت. انا عماله جميله اتفرج عليها جميله ما شاء بتعمل الله ايه، عليها. صراحه كان الف هنا مجنناني. وشفا لينا. طبعا هم حاولوا قعدوا تجربوها يلعبوا والله شويه العظيم قدام حلوه البيت جدا. طبعا انا هي خدت وقت في وادم، الفيديو وبعد لان انا كده قلت لهم اطلعوا محتاسه غيروا في كذا هدومكم حوار واغسلوا يعني وكذا ايديكم. حاجه كنت بعملها. لكن وادم هي مش بتلبس هتاخد معاكم بيجامه وقت، البيت انتوا هتعملوها وطلعت وقت. سندي سيبوها لبست بالبيجامه بتاعتها وادم برضو نص نفس ساعه ولا الموضوع. حاجه مش تخمر عارفه عشان ادم تخمر غريبه وتبقى مختفي مخططه يعني الظاهر في الفيديو ما دي، مش وتعملوا فاهمه. بحط على الحاجه بتاعتها وخلاص. اهو ايده ذهب. طبعا انا حطيت اخيرا انا كنت العجينه شايفاه. وقسمتها 2. والله العظيم العجينه كانت عامله حوالي 350. الواحدة كانت عاملة حوالي 350. هي بتعمل ايه؟ عائلية مش كبيرة عارفه جدا. والله. الصينية دي كبيرة جدا. اللي مالك هي يا ست الصغيرة سندي؟ عملتهم لقيتها هتبقى الصواني الصغيرة الله، عملتها لقيتها مش الشنطه اللي هتاخد تحت البيتزا الرخامه أكبر. دي. انا حتى انا شوف انا وانا بفرز هدوم عيالي انا البيتزا ما طلعت اتحطتش في هدوم الصينية، كتير قمت في مطبقة الزباله. أصلا العجينة وعاملاها. طلعت هدوم وقلت طب كتير العجينة انا هتطلع لله. هفردها في الصينية. والشنطه دي كانت نكبة مليانه جدا. هدوم حرفيا جديده، وانا مش حرفيا واحدة جديده، بس يعني كلها متمكنه بقع ولا متمرسه ومقرحة يعني عشان ومزيته اشيلها وهي معجونة. ومعرفش ليه. انا مش فاهمة ليه. كانت في شنطة كمان خلصت وطلعت عندها فوق، والشنطة دي كانت مليانة لسه. كل يوم كنت بغسل شوية شوية شوية، ده غير غسيلهم بقى وغير لبسنا وغير استخداماتنا وكده. والله يا جماعة أنا اتفرجت ملك عم آدم. البيجامات اللي عليهم دي أنا جايباها من 3 سنين مكانوش بيلبسوها. فدلوقتي يقول لي يعني كنت اشتريت لنا فيلا، خلاص احنا نلبس اللبس دوت بقى في الفيلا بتاعتنا. يخرب بيوتكم عيال المجانين، ربنا يحميهم يا رب وهم اللي زيهم. بجد الأطفال دول هم اللي بيهونوا علينا حياتنا، وهم اللي بيدونا أمل وطاقة والله للحياة كلها. يعني بدون عيالنا دول كان زماننا قاعدين نايمين. مش عارفة ممكن الواحد كده يعمل ايه. يلا ربنا يرزق كل مشتاق